هناخد طريقة لتوسيع البنطلون الجينز أو أي بنطلون، ويُفضّل في الجينز الطريقة دي مش تنفع إلا في البنطلونات الجينز. بس قبل ما تبتدي ما تنسيش تعملي لايك وشير في كومنت حلوة تصلّي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. هنا أولًا هي قاست دوران الوسط لقيت نُصّه بتاع الضهر 38، فهي اختارت 8 سنتي من كل جنب وعلّمت علامة، وبعد كده هتفصل الجزء دوّة على العلامة اللي تحت، بس هتسيب 1 سنتي من كل جنب، وبرضه مش هيتساب أكتر من ال1 سنتي عشان ما يبقاش فيه كلكعة، لإن جزء الأستك اللي هيتحط برضه هيتساب فيه 1 سنتي، فإحنا مش عايزين الجزء يكلكع. طبعًا القطعة بتاعة الأستك ما بتجيش أعرض من كده، فهي جابت جزئين وثبتتهم على بعض. طبعًا المفروض يتثبتوا مش بخط واحد، بخطين، فهي عملت الزجزاج ده أفضل ما تعمل خطين. يعني لو ما عنديش المكنة اللي هي بتعمل خط الزجزاج دوّة، أنا ممكن أعمل خطين بس فرق ما بين كل خط وخط حوالي ربع سنتي أو نص سنتي، خلاص عشان تتثبت كويس. وبعد كده أبدأ أحط هنا وأعلم على الجزء اللي أنا هاسيبه، اللي أنا فصلته، اللي أنا فصلته، اللي اتشال عشان أحط مكانه أستك، خلاص، علشان الجزء الزيادة ده ما ينفعش أنا أسيبه من جوه، هيعمل معايا كلكعة، خلاص. وفي طريقة تانية أنتِ ممكن تتني الأجزاء الفانية وبعدين تلطشي التانية من تحت، يعني الأجزاء اللي اتقصِّت دي ممكن تخيّطيها وتتنيها داخليًا وتتلطش على الوش، أو تتخيّط بالطريقة دي برضه، دي طريقة ودي طريقة تانية، خلاص. أنا هنا ثبّتت هي بالطريقة دي، أنا قصدي تدخّلها زي ما كانت مدخّلاها كدهوّة، وتبدأ تدهني ال1 سنتي اللي هي سايباه في البنطلون الجينز، تبدأ تدخّليه على جوّه وممكن تلطشيه على الوش، وبتبدئي في الآخر من جوّه تفرّغي وتقصّي الزيادات بتاعتِك، خلاص. ودي برضه طريقة. عامةً هي خيّطت هنا في ال1 سنتي اللي هي سايباه من هنا ومن الناحية التانية، خلاص. وبعد ما خيّطتهم، خيّطت الجزء اللي تحت بس الأول، عشان بعد ما بتخيّطه بتحس إن في شَدّة من الجناب شوية. أهي القطعة دي هي هتدّيها حتّة تَقُّ كده من هنا، من الجنب ده ومن الجنب التاني حتّة تَقُّ علشان تريّح الخياطة بس، وتبدأ تعرف تخيّط كويس الجنبين، خلاص. وهتبدأ تخيّط الجنب من هنا والجنب من هنا. طبعًا أنتِ لو عندِك مكنة over يا ريت تنضّفي بقى في الآخر الزيادات دي كلّها من جوّه بمكنة الover، خلاص. وحاسبي بالراحة لإن القماش ده بيبقى تخين، مع كمان الأستك هيبقى تخين جدًا معاكِ، خلاص. هي بتبدأ تعمله برضه بغرزة الزجزاج عشان ما ينسّلش من جوّه الأستك، ما ينسّلش، خلاص. أنتِ بقى عندِك over اعمليه بالover داير ما يدور القطعة دي، خلاص. وبعد كده هتبدأ بقى تدّيهم خط شيمة، أيوه، على الخطوط ديّة خط شيمة من على الوش. التوسيع البنطلون ليه أكتر من طريقة، وإن شاء الله الفترة اللي جاية هاجيب لكم أكتر من طريقة تكون سهلة معاكم. ليه باقول لكم الحاجات دي؟ الحاجات دي يا جماعة بتزوّد الخبرة في الشغل، لمّا تعملي حاجات زي كده بتزوّد الخبرة وبتخلّيكِ تتمكني في الخياطة أكتر وأكتر. وكده خلصت معانا معلومة النهارده، وإن شاء الله أشوفكم في معلومة جديدة.